في تسوق في الشهادة الإعدادية. حصلت لي تجربة مريرة أثرت فيا العمر كله. كنت طبعا برسم كويس قوي، وكان الفصل يتلم عليا يشوفني وأنا برسم. المهم يجي مدرس الرسم قال لي يا عبد العزيز في مجلة هندية اسمها شنكار عاملة مسابقة تشترك فيها. قلت له اه. فكانت المسابقة عن عيد الأم. روحت البيت شوف السن الصغير ده، طب هرسم ايه عن الأم؟ أم شايلة ابنها؟ لا، أنا بقى عندي ثقافة معينة. فرسمت فعلا الست اللي شايلة الولد. بس ايه الجديد بقى؟ إن أنا طلعت شعاع منها، شعاع من الست المرسومة دي. الشعاع ده مين؟ جمال عبد الناصر، أحمد سكرنو، جوزيف بروستيتو، نكرومة. شوف الطفل، يعني الأم دي هي اللي عملت العظماء ده. لوحة كانت بديعة. أما وريتها لمدرس الرسم الجن، قال لي خلاص هبعتها لك الهند. بقيت فرحان قوي. بعد 3 4 شهور جه ناظر المدرسة، ما كانش اسمه مدير، قال لنا الأستاذ فلان عيان وعامل عملية خطيرة، وفي وفد طالع من المدرسة رايحين له البيت، فهناخدك يا عبد العزيز، انت رئيس جماعة التربية الفنية وكذا مدرس، ونروح له البيت. فروحنا البيت، واحنا قاعدين في الصالون، وانا قاعد كده ببص، لقيت اللوحة اللي انا عاملها اللي بتاعت مجلة شنكار الهندية بتاعتي، وهو ماضي عليه. النقطة دي غيرت حاجات كتيرة في حياتي، إن أنا اللي ما آمنش لحد في الدنيا. فقدت الثقة وأنا طفل، صعبة جدا. ده شغلي، عايز أصرخ، عايز أقول يا جماعة الراجل ده سارق تعبي. ده أنا صورت فيها على لمبة الجاز 4 أيام. ما كانش عندنا كهرباء في تسوق أيام، فعلى الطبلية كنت برسمها. فدي خدت مني عمري وهو سارقها مني، فبقتش خلاص. موقف زي ده كان ممكن يدمره، لكنه ما استسلمش وقرر إن هو يكمل في طريق الفن.